السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. الوصفة اللي معانا زي ما احنا شايفينها كده حاجة قمر كده وبسيطة وسهلة وسريعة، بيكاتا بالمشروم والخضار السوتيه. هنعملها بكل بساطة وسهولة ومش محتاجة أي وقت مننا. تعالوا بقى بينا نشوف الوصفة هتتعمل ازاي، وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم. تعالوا هنعمل مع بعض الحاجات اللي جنب البيكاتا عشان هي مش بتاخد وقت. معانا 3 حبات صغيرين من المستكة، هنحطهم مع الزبدة بتاعتنا ونحط عليهم الرز. احنا هنعمل رز أبيض ما فيهوش اي حاجه، وهنبتدي نقلبه ونحط الملح وحبه فلفل صغيرين، فلفل اسمر بيديله طعم تاني، وقالب المرقه بتاعنا. وهنقلبهم كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه الزبده يشربها الرز خالص عشان يبقى طعمه حاجه تانية. تمام يا حبايبي. وهنضيف عليه الميه السخنه زي ما احنا شايفين. حاجه سهله وبسيطه، وفي العيد هنعملها وهندلع نفسنا وهندلع ولادنا. هنقلب بقى زي ما احنا شايفين الرز اهو كده، وهنقفل عليه ونيجي بقى للخضار السوتيه. بتعمليه ازاي يا هنود؟ انا بحطه على حمام بخار حبه صغيرين بس يفك التلج بتاعه، لان انا بحطه في الفريزر. ما ينفعش تطلعيه وهو سايب، لو طلعتيه وهو سايب واستخدمتيه هيبقى مكرمش كده وشكله مش ظريف. لازم زي ما انا وريتكم كده متلج. وهحطه اهو وهسيبه ياخد شويه سوا. تعالوا بقى نعمل القمر بتاعتنا ونشوف بتتعمل البيكاتا ازاي. تعالوا بينا نشوف مع بعض، يلا بينا. وادي اللحمه بتاعتنا. بصوا سمكها مش تخين قوي ومش رفيع علشان ما تبقاش ناشفه وما نلاقيش حاجه ناكلها. حجمها متوسط زي ما احنا شايفين كده. وبتاخديها يعني اي قطعه اللحم بتاعت وش الفخده بتبقى حلوه قوي قوي. تمام. ادي اللحمه بقى بتاعتنا. تعالوا بينا نشوف هنعمل فيها ايه والحركات والتكات بتاعت هند عمار. وما تنسيش تحطوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم. ويلا بينا نعمل الوصفه، يلا بينا. ادي الزبده بتاعتنا، حطينا زبده في الطاسه بتاعتنا. وهنبتدي نوزع اللحمه. ما ينفعش تكون القطع اللحمه راكبه على بعض، لازم يبقى في مسافه عشان تديكي فرصه انك انت تقلبيها كويس. طبعا الزبده بتاعتنا سخنه، هنحط على طول اللحمه ما نقلبهاش. لو انت قلبتيها وهي انت لسه حطاها هتتقطع في قلب الزبده ومش هتكون ظريفه. هبتدي بقى على كل قطعه لحمه احط شويه ملح وفلفل علشان ابقى واثقه ان كل القطع اللحمه اللي معايا طعمها كويس واخدت من تتبيله الملح والفلفل. تمام. بصوا انا ما حركتهاش خالص اهو، انا سايباها براحتها لغايه هي ما تبتدي تفك من تحت الزبده، وابتدي احركها. يعني زقيها كده زقه من فوق، لقيتيها تمام بتتحرك معاكي كده احنا عظمه. بصوا اهي كده هي بتتحرك، شايفين؟ هبتدي بقى اقلبها على الناحيه التانية، اقلب كل اللحمه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. واللي عملته في الجزء الاولاني هعمله في الجزء التاني. ايه هو؟ ان انا هحط على برضو الوش التاني شويه ملح وشويه فلفل عشان تكون وش وظهر متطعمه بالتوابل بتاعتنا وتبقى عظمه. تمام يا حبايب قلبي. حاجه سهله كده وبسيطه نعملها في العيد وبالف هنا وشفا على قلبكم. وفي غير العيد دي اكله العزومات، يعني في ناس كتير قوي قوي بتحبها في العزومات، انا برضو بحبها. تمام. ادينا احنا اهو حطينا اللحمه بتاعتنا وابتدت تاخد لون. الله على الريحه بقى، يعني نفسي يبقى في خاصيه ريحه، هتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلت لكم هنحط الملح والفلفل على نفس الطبقه الثانيه من اللحمه، واسيبها تستوي شويه. انا عايزاها تاخد يعني 40% من السوا عن طريق التحمير دوت. طب هتعملي ايه يا هنود؟ هتشيليها بقى من الطاسه؟ لا، اللي عارف مطبخ هند عمار عارف ان انا بحب حاجتي تبقى كلها في مكان واحد. هينفع يا هنود؟ هينفع. بصوا بعد ما ابتدت اهي تاخد الوش التاني اللي انا قلبته اللون، هبتدي بقى ايه اخدها على جنب كده واتاخرها كده لغايه ما ايه بصوا، بصوا الجمال والعظمه. اهي هبتدي بقى تاخرها على جنب في نفس الطاسه. بس حاولي تخليها في، يعني تاخري الحاجه من على النار شويه، تخلي النار في نص الطاسه بحيث ان هي ما تتحرقش منك اللحمه وانتي بتعمليها. تفضلي تقلبيها من فوق لتحت عشان ما يبقاش ما تنشفش معاكي. تمام كده احنا خلصنا اهو اللحمه بتاعتنا. هنيجي بقى بخطوه البصل، هنحطها ونقلبه في الزبده مكان تشويح اللحمه. متخيلين الطعم هيكون عامل ازاي؟ طعم خيالي يا ناس. تمام. وهنجيب بقى فصين توم كبار، وبعد ما البصل اخد تقلبتين في الزبده هروح منزله عليه الثوم وبرده ياخد تشويحتين. بصوا بصوا الجمال والقمر، بصوا الحلاوه. عايزه اقول لكم او تتخيلوا ريحه البصل والثوم مع ريحه تشويح اللحمه. الموضوع كان كبير يا جماعه. تمام. هنيجي بقى نحط بعد كده ايه؟ ده مشروم. انا جايباه جاهز، هو متقطع كده كده صغيره. لو انت عندك الفريش هيكون افضل كمان. انا بحب كل حاجه فريش. هبتدي بقى اقلب المشروم لغايه ما ياخد معايا اللون البني الغامق. ما احرقهوش علشان البيكاتا بتاعتي ما تطلعش لونها اسود، انا بحب لونها البني الجميل الفاتح. تمام يا حبايب قلبي. اهو احنا اهو قلبناها كويس
زي ما احنا شايفين اهو، والمشروم ابتدى ياخد لون كده، عظمه قوي قوي قوي. هنيجي بقى نعمل الخطوه الثانيه، وهنعمل ايه؟ احنا حاطين هنا معلقتين كبار من الدقيق. طب ليه يا هنود معلقتين كبار من الدقيق؟ احنا بنعمل صوص يا جماعه، فالصوص لازم يبقى فيه قوام، فالقوام ده انا بعمله يدوي بايدينا بالدقيق. تمام. انا بعمل كل حاجه اللي هي الدقيق. بجيب بقى شوربه او ميه واتفر اللي عندك، يعني اي حاجه موجوده عندك كله هيمشي، وتروحي حطاها على البيكاتا. تمام. ممكن تعملي كوبايه ميه وتحطي فيها مكعب مرقه لحمه، مش دجاج، مكعب مرقه لحمه. تمام يا بنات. وهنحطها، ومعانا روزماري هنقلبه كده، هو بقى هيخلي لنا الريحه واو. اللي عايز يحطه في الاول خالص مع التشويح بيبقى جميل برده. ادي بصوا الصوص بتاعنا بقى يبقبق ازاي كده. خلصت البيكاتا بتاعتنا وبقت قمر وزي الفل زي ما احنا شايفين كده، وحاطين عليها رشتين البقدونس عشان تدي اللون الجميل مع البني بتاع الصوص، اخضر مع بني، حاجه عظمه جدا جدا. تعالوا بقى بينا نشوف الخضار بتاعنا، الخضار السوتيه بقى عامل ازاي. انا خلصت السوتيه بتاعي، عملت له سوا يعني 80% سوا على البخار، وهاخده وهحط زيت زيتون زي ما احنا ما شفنا كده، ورشه ملح ورشه فلفل اسود، مش اكتر من كده. تمام. طعم زيت الزيتون يا جماعه بيختلف في الخضار السوتيه. وهديله تقلبتين علشان خاطر ما يتهريش مني، بالظبط تقلبتين انه يسخن معايا بس، وهقدمه بالطريقه دي، حاجه كده عظمه. تعالوا بينا بقى نقلب الرز بتاعنا، نحطه في قلب الطبق ونزوق الطبق ونحط البيكاتا القمر بتاعتنا. يلا بينا. ادي الرز بتاعنا احنا حطيناه في القالب بتاعنا اهو، وادي الخضار السوتيه. بصوا خدوا بالكم، كل خضرايه منفصله عن التانيه، مفيش حاجه مهريه، والطعم مش مهري. لما جينا كلناه في العضه دي بتاعه السوتيه كانت حاجه عظمه جدا جدا. تعالوا بقى هنحط قطع اللحمه بتاعتنا، كانت دايبه دوب ومستويه جدا، واحنا حطينا الشوربه دي اللي هي كملت سوى اللحمه، يعني مفيش حاجه هتشد معاكي، يعني كلها هتبقى ملبن في ملبن. تمام يا حبايب قلبي. ادي قطع اللحمه اهي بتاعتنا، هنرصها في طبقنا، وهنجيب بقى الصوص بتاع المشروم اللي احنا عملناه مع البيكاتا وهنضيفه عليه. حاجه كده خيال بجد. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، بس اوعوا وانتوا تجربوها تنسوني في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصل لكم. وبألف هنا وشفاء. قولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات. شايفين الجمال؟ بصوا اللون بتاع الخضار، مفيش حاجة دبلانة، مفيش حاجة مهرية، الخلطة كلها متناسقة جدا. عايزة اقول لكم الوجبة دي صحية جدا جدا جدا. حاجة خفيفة كده، رز ابيض، خضار سوتيه، لحمة مش معمولة في تسبيكة ولا حاجة ان هي تتعبنا، حاجة طبيعية. يا رب اتمنى ان تكون الوصفه عجبتكم، والوصفه دي لو منكم حد بياكلها في مطعم عارف الطبق ده لوحده بيعمل مبلغ قد ايه. احنا في البيت عملناه بحاجه سهله جدا وبسيطه، ما خدتش مننا اي مجهود ولا اي وقت. اتمنى يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده معايا ومعاكم في مطبخي ومطبخكم، مطبخ هند عمار. دمتم في رعايه الله وحفظه، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد مبارك عليكم بحق جاه النبي. مع الف سلامه.